5 في 5 5 أسئلة وهيكون فيهم 5 إجابات مع ضيوفنا. تعالوا نشوف ضيفنا النهارده جاوب على ال5 أسئلة وقال إيه. الاتحاد المصري للدراجات عنده خطة طموحة ورؤية للمستقبل خلال ال4 سنوات القادمة إن شاء الله. وكنا في اجتماع مع معالي الوزير وعرضنا عليه خطة الاتحاد، وهو أكد معاليه على لازم الاتحاد المصري للدراجات يحقق ميدالية أولمبية في الفترة القادمة إن شاء الله. لو يقدر معالي الوزير يعني يحدد لنا راعي معين من الرعاة في الوقت القريب الحالي لدعم واللاعبين المميزين عندنا او دعم ايفنت معين عندنا، يبقى طبعا ده نتمنى من معالي الوزير يعمل هذا الموضوع. طبعا البطولات الافريقيه او العربيه حاجات اساسيه بالنسبه لنا وحاجات بناخد عليها بوينت وبناخد عليها نقط، لكن هي في مشكله كبيره جدا عندنا زي ما حصل قبل كده في اولمبياد باريس. احنا اتصنفنا تبع للكوتا الافريقيه، فالكوتا الافريقيه دلوقتي احنا اتصنفنا تبعها مستوى افريقيا بالنسبه لعالميا مستوى متواضع لا يرقى للمستوى العالمي ان احنا نقدر نحقق ميداليه اولمبيه. فلما احنا بنتصنف عن طريق افريقيا والكوتا الافريقيه مستوانا بره بيبقى متدني جدا ما يتناسبش مع المستوى، فلازم ان شاء الله نتصنف عن طريق البوينت والنقاط على اساس ان احنا نقدر نحقق نوصل الاول. طبعا اول درجه نقدر نوصل للعالميه ونقف على منصات التتويج، وده ما حصلش قبل كده في الاتحاد المصري للدراجات. عمرنا ما وقفنا، الاتحاد مؤسس من 1910 لغايه النهارده عمرنا ما وقفنا على منصات التتويج العالميه. فان شاء الله يعني بوعد معالي الوزير وبوعدكم ان شاء الله في خلال الفتره القريبه اللي جايه هنقف على منصات التتويج العالميه وان شاء الله باسرع وقت ممكن. احنا متميزين في سباقات المضمار عربيا وافريقيا، ونقدر نكسب وبنقدر، وعندنا ان شاء الله بطوله من 11 ل 16 مايو اللي جايه بطوله افريقيه ان شاء الله يعني نستعد استعداد جيد ونكسبها ان شاء الله. عندنا البطوله العربيه كانت لسه خلصانه من كام يوم عندنا هنا، والحمد لله حققنا فيها 49 ميداليه متنوعه. فعندنا عربي وافريقي احنا مسيطرين على الموضوع في سباقات المضمار. لكن طبعا احنا يعني بالنسبه لسباقات الطريق او البي ام اكس او الماونتن بايك احنا بعيد جدا 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 حتى عن العربي وعن الافريقي. طبعا يا فندم احنا عاملين خطه طموحه للاتحاد من اول يوم احنا وصلنا فيه، واحنا الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا عملنا النشاط المحلي ودخلنا فيه كل الايفنتات بتاعتنا اللي احنا عايزين ندخل فيها. سباقات الطريق، سباقات المضمار، البي ام اكس، الماونتن بايك، وكلها هنعمل فيها بطولات جمهوريه. حتى الباراسايكلينج احنا مهتمين جدا بيه، واحنا في طريق اعدادنا ان شاء الله لمصنف وكوادر خاصه للاتحاد المصري للدراجات ونقدر نشتغل فيها. النشاط المحلي جزء كبير جدا، وبعدين حاجه ثانيه مهمه جدا ان عندنا البطولات الجمهوريه بناخد عليها نقاط من الاتحاد الدولي، فلازم ان يبقى عندنا يعني نشاط محلي قوي سواء دوري او جمهوريه على اساس يفرز اللاعبين نقدر نشاركهم في النشاط الدولي. طبعا الحرائق دي حرائق سنويه تحصل كل سنه، مش اول مره تحصل، والدوله الامريكيه قادره على يعني التغلب على هذه المحن، وهنقدر ان شاء الله تقام البطوله في موعدها. واحنا مشكلتنا دلوقتي الاعداد الجيد عشان نقدر ننافس ان شاء الله.